فيلمنا بيبدأ مع ولد اسمه دوني وهو في المدرسة، وكان ماشي بيتكلم مع أصحابه عن البنات، وإنه مش بيحب البنات اللي في سنه، وإنه بيحب الستات اللي زي ميس ماري. وميس ماري دي كانت بنت جميلة ومثيرة جدا. بيعرض عليها دوني إنها تروح معاه حفلة نهاية الأسبوع، لكن هي بتقول له أنا مدرستك مش صاحبتك. فبيقول لها إيه المشكلة إن إحنا نقضي مع بعض أوقات مجنونة. فبتهزقه وبتقول له أنت محجوز لمدة شهر. أثناء الحجز دوني بيتأسف لها، وبتبتدي ميس ماري تعمل حاجات غريبة وتاخد منه اللبانة وتاكلها هي، وبتبتدي تفتح زرار القميص بتاعها وبتقول له كلام مش كويس، وبتاخده وتدخل جوه المكتب. ومن هنا بتبدأ العلاقة ما بينهم. بعدها وهو في الفصل وبتوزع عليهم ورق الامتحانات، كانت كاتباله على الورقة كلام مش كويس خالص، وصاحبه أول ما بيقرأ الكلام ده بيتصدم. بعدها بيكون في حفلة في المدرسة وبيسمعوا صوت غريب، وبيرفعوا الستارة مرة واحدة وبيلاقوا دوني مع ميس ماري. بتهرب ميس ماري من المنظر ده طبعا، وبيطلع دوني وكل الطلاب بيفضلوا يسقفوا له ويشجعوه. بعدها بنروح للمحكمة، وبتتحاكم ميس ماري على انها عملت علاقة مع تلميذ عندها، والتلميذ ده قاصر، وبتاخد لها 30 سنة. والحكم ده خدته علشان هي ما ندمتش على اللي عملته. لما سألها القاضي انت ندمتي؟ قالت له لا ما ندمتش، فراح عطيها 30 سنة. بعدها بيعدي وقت طويل وبنلاقي دوني ده خلف ولد من ميس ماري اسمه تون، واللي بيكون هيتجوز بنت اسمها جيني. وبيكون دوني قاعد في بار وبيشوف اعلان جواز ابنه، وابنه ده غير اسمه تماما واعلن ان ابوه وامه ماتوا من زمان، وبيبقى تون ده متبري من ابوه وامه. بعدها بيكون تون عند اهل خطيبته، وبيتعرف على اخوها اللي لسه راجع من الجيش، وبيقول له لو زعلت اختي هضربك بالنار. بعدها بنلاقي دوني بيروح يقابل واحد صاحبه اسمه فانيليا، يكون شايل منه قوي، وبيطلب دوني فلوس من فانيليا. لكن فانيليا ده بيكون متضايق من دوني جدا. فانيليا بيقول له انت دخلت في علاقه مع والدتي، ودوني بيقول له انا ما كنتش عارف انها امك، وبيشدوا مع بعض الاتنين، وفانيليا بيضربه جامد. بعدها بيروح دوني المنتج يطلب منه فلوس سلف علشان يسدد الديون اللي عليه، لكن المنتج ده بيرفض. ودوني بيقول له على فكره هتحقق له فلوس كتير، وانهم يصوروا مع مراته اللي في السجن وهو بيقابلها، وان القصه دي هتعمل مشاهدات كتير جدا. لكن المنتج بيقول له لازم يكون ابنك موجود. فبيقول له ابني مش هينفع. فبيقول له لو ابنك موجود هديك 50,000 دولار. بعدها بيروح دوني لابنه وبيقابل خطيبته في الاول. بعد كده بيدخل لهم وبيتفاجئ تود، وبيبقى مش عارف يقول لهم ده مين، لكن بيقول لهم ده صاحبي، وبيعرفهم على بعض. وبيكون اهل خطيبته حابين دوني جدا ومش عايزينه يمشي. بعدها بيطلع دوني مع ابنه تود فوق، وتوم بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ طبعا دوني جاي عشان البرنامج اللي هيصوره. مرضيش يقول لابنه، وقال له انه لازم يشوف امه قبل ما تعمل عمليه كبيره. وبيقول له انت ليه بتكرهني؟ قال له علشان انت اسوأ اب في العالم، انا عندي السكر بسببك، مش مهتم بيا وكنت بتفطرني حلويات. فبيرد عليه وبيقول له انت اللي كنت عايز كده. المهم حد بيقول لهم من بره ان الحفله بدات ولازم ينزل. تود بيتحايل على ابوه انه يلبس بدله، لكن دوني ما بيرضاش. بس اول ما بيقول له هديك 100 دولار بيقول له فين البدله، وفعلا بيلبس دوني البدله بس على شورت. وبيقابل مدير تود في الحفله وبيتصاحبوا قوي مع بعض، وكل اللي في الحفله بيحبوا دوني، اللي بيبقوا فاهمين انه صاحب تود مش ابوه. المهم بيدخل واحد يتعرف على دوني وبيقول له انه مش انت بتاع حادثه المدرسه، وبيقول له انا كان نفسي اعمل زيك مع مدرسه الهندسه بتاعتي. والتاني بيقول له كان نفسي اعمل مع مدرسه الاحياء. المهم حصلت كيمياء غريبه بين دوني وبين كل اللي موجودين. بعدها بيروحوا يلعبوا مع بعض شويه في الملعب وشويه مشاهد مضحكه. بعدها بنلاقي دوني مع مجموعه بنات كتير في الميه ومقضيها. بعدها بنلاقي تود متضايق من الوشم اللي عمله له ابوه وهو صغير، وبيقلع هو كمان وبيوري له الوشم بتاعه، وبيهزروا شويه مع بعض. كوليتشات اللي هو اخو خطيبه تود، وبيقول لهم بتعملوا ايه؟ فبيقولوا بنلعب مصارعه، وبيدخل معاهم يلعب ويضرب تود. بعدها جيب بتوري الفستان لتود وبتوري له الكتاب بتاع ابوه، كان اول صفحه مكتوب فيها كلام عن ابنه ايه هو بيحبه. بيتاثر تود بالكلام ده. بعدها بيكونوا في الكنيسه وبيسالوا تود عن ابوه، فبيقول لهم مات في انفجار وان هو كان يستحق الموتة دي. فالقص بيقول له اتكلم كويس عن ابوه. فبيرد عليه تود ويقول له وحشه جدا. فبياخدوا القصه بره وبيضربه، لكن دوني بيدافع عنه. بعدها جيف بتتخانق مع تود علشان اتطردوا من الكنيسة بسببه ومش هيعرفوا يعملوا فرحهم فيها. جيف تروح مع صاحبتها حفلة توديع العزوبية. في نفس الوقت تود بيروح مع ابوه ومديره والشلة بتاعته حفلة توديع العزوبية، لكن بيكونوا رايحين منتجع صحي يعملوا مساج. وطبعا دوني مش بيبقى مبسوط من الجو ده، وعمال يقول لهم يلا بينا نقضيها، بلاش الهبل اللي احنا بنعمله ده بقى، دي حفلة عزوبية ولا مخدرات ولا نسوان، يلا بلاش نضيع وقت. وبياخدهم كلهم على كازينو، كل اللي نفسك فيه بيحصل فيه. بعدها دوني بيدي لتود هدية بمناسبة جوازه اللي بيكون حلق بتاع امه، بس تود مش بيرضى يلبسه، لكن دوني بيلبسه له بالعافية. بعدها بيروح لفانيليا وبيتأسف له عن اللي عمله مع والدته، وبيقبل فانيليا أسفه وبيقول له يلا بينا نقضيها. وبيسكروا وبيعملوا مع بعض حاجات مجنونة جدا، وبيكونوا كلهم مبسوطين مع بعض. وفي آخر اليوم
بيقول له انه هيروح يزور امه في السجن. بعدها بنلاقي ست عجوزة غريبة جدا داخلة على داوني وعايزة حاجات غريبة جدا منه. في نفس الوقت ده بنلاقي توت بيدخل الأوضة ويشوف الفستان، وطبعا كانوا سكرانين جدا، وبيتخيل ان الفستان ده هي خطيبته جيف. بيقرب جامد جدا من الفستان. تاني يوم بنلاقي جيف بتصرخ علشان الفستان بتاعها متبهدل تماما، وبتقول له لازم تروح تنضفه. وهو رايح في الطريق بيكلم داوني وبيقول له انه رايح لامه في السجن. طبعا داوني بيروح بسرعه عشان يلحقه، وبيوصل بيلاقي ابنه مستني فعلا. وبتدخل ميس ماري تفضل زي ما هي مثيره جدا، وبيفضل داوني متنح فيها، وبيتكلموا شويه عن ذكرياتهم مع بعض، وبيتفاجئوا بالمنتج ومعاها المصورين، وبيفهم ان ابوه كان عامل كل ده وبيقرب منه علشان البرنامج، علشان ياخد فلوس ويسدد ديونه. بيتعصب تود ويمشي، لكن بيلحق ابوه وبيحاول يهديه، وبيكون كل ده بيتصور. لكن تود بيهجم على ابوه، لكن الشرطي بيكهربه ويقوم يمشي ويقول له بكرهك. بعدها بيروح داوني البيت علشان يلم هدومه، وبيسمع جيني خطيبة تود وهي بتتكلم مع حد، وبتقول له ما تخافش، تود مش هيعرف اي حاجة. بعدها بيروح داوني لتود وبيقول له انه سمع جيف وهي بتكلم حد وان هي بتخونك، بس تود ما بيصدقش. بتيجي جيف وتقول له انها كانت بتكلم حد عشان تظبط معاه اجراءات الحفلة. بعدها بنلاقي داوني عايز يصالح ابنه، فصاحبه بيقول له لازم تصالح جيف الاول. بعد كده بيروح على الفندق لجيف علشان يصالحها، فبيسمع اصوات غريبة من اوضتها، فبيروح ويدخل من الشباك علشان يتأكد المرة دي، وبيدخل عليها وبيلاقيها مع اخوها، فبيتصدم جدا داوني وبيصورهم طبعا. وبتعرض جيف على داوني شيك ب50,000 دولار علشان يسكت وما يقولش لحد. وطبعا داوني بيقبل بالاتفاق، لكن ضميره مش راضي تماما، وبيكون الفرح خلاص جه وشغال، وبيروح بسرعة عشان يلحق ابنه قبل ما يتجوز جيف. وبيوصل في آخر لحظة وبيقول له جيف ادتني شيك ب50,000 دولار علشان اسكت، واديني اهو بقطعه. وبيطلب منها انها تقول له على اللي حصل بدل ما هو يقول قدام الناس كلها. فخطيبته بتوشوشه في ودنه، فبيتصدم تود ويقول لها بصوت عالي عملت علاقة مع اخوكي. فبيتصدم كل الناس، وبيعترف تود ان داوني ابوه وانه ابن المدرسة والتلميذ اللي كانوا على علاقة ببعض. بعدها بتهجم جيف على داوني بالسكينة، لكن هو بيخبطها بالازازة وبياخد ابنه ويروح لاصحابه في البار. وبيكون الراجل اللي راهن عليه في السبق كسب. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.